عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن القروض ومشكلتها وخراب بيوت. القروض دي بتخرب بيوت وبتشحت ناس حرفيا، بتبيع ناس شققها وعربياتها وحاجتها. ويعني القرض اصلا حرام، يعني القرض حرام دي اولا. ثانيا بيخسر ناس حاجات كتير قوي. في ناس باعت شقتها بعفشها بحاجتها بسبب القرض. في قصة حقيقية حصلت، واحدة وواحد متجوزين، الاتنين دول بقالهم سنة تقريبا، فجوزها خد قرض بضمان الشقة بالعفش بكله. معرفش يسدد القرض ده، هو كان فاكر هيقدر يسدده، معرفش يسدده، فاضطر يبيع. ايه، كان واخد بضمان الشقة بتاعته، فكان فاكر ان عادي هيسدد وخلاص وانتهت القصة. فاضطر طبعا اما هيحجزوا عليه فيها حبس، فاضطر يبيع الشقة بالعفش بكل حاجة علشان يسدد القرض ده. وفعلا حصل كده، وراحت كل حاجة ورجعت. قال لها روحي عند امك انتي، وهو يروح عند ابوه. طبعا امها وابوها رفضوا، قالوا لها انت جاية ازاي كده، ده هو جوزك مسؤول عنك، المفروض انتي كنت يعني متجوزاه ومسؤول عنك، يبيع فجأة العفش بالشقة بكل حاجة ويقولك روحي ويلبسك لينا؟ لا انتي، احنا هناخدك. وخدوها ودوها فعلا لبيت حماها. قالوا له دي بنتنا وكل حاجة، بس انتوا مسؤولين، ابنك جوزها وباع الشقة بتاعته وعفشها وحاجتها، فمسؤول يجيب لها غيرهم يقعدها معاكم لغاية ما يجيب. انتوا احرار، لكن مش يبيع كل حاجة ويرميها ويرجعها لنا واسمها متجوزاه. لا، ده استهبال او استعباط. فاياكوا القروض دي ما بلاش تقترضوا خالص. شوفوا اي حاجة تانية الا القروض، لان القروض خطر خطر خطر. ومش وهي على فكرة يعني مش حلال يعني، وبتخرب بيوت. الناس بتبيع كل حاجة. فيا ريت الفيديو ده تشيروه وتدوسوا اشتراك. صباعكم مش هيوجعكم لما تدوسوا اشتراك. يعني انتوا، انا ما اعرفش هو في ايه، هو صباع ما تدوسوا اشتراك ده هتنقصوا حتة؟ ما تتقوا الله وتدوسوا اشتراك. اللي يتفرج عليا يدوس اشتراك. انا بتعب وبقعد احضر في المحتويات اللي بقولها وفي المواضيع اللي بحكيها، ومواضيع عشان تتوعوا وتفهموا الصح من الغلط وتفهموا وكده. وفي نفس الوقت انا عاوزة استفيد، يعني انا عاوزه افيد واستفيد. فانتوا ما بتشتركوش وبتتفرجوا. انا بدفع باقه فوق ال 3000 جنيه، باقه نت فوق ال 3000 جنيه. يعني النت بتاعي، الراوتر بتاعي هوائي، عشان المنطقه اللي انا فيها ما فيهوش ارضي او كده، فانا قاعده فيها مؤقت وماشيه بعد كده. فهبقى اجيب ارضي في الملك ان شاء الله. فانتوا الوضع ده، يعني انتوا ما بتدوسوش اشتراك ليه؟ السبب ايه؟ يعني استفيدوا وفيدوا، ولا انتوا تتفرجوا انا ادفع فلوس وباقات بالالافات واتعب ومجهود وتحضير وتستفيدوا وتتفرجوا في الاخر مش حابين؟ صباعكم هيوجعكم لما تدوسوا اشتراك. لا، اللي يتفرج عليا يدوس اشتراك. يا ريت اللي يتفرج عليا يدوس اشتراك، عشان الفيديوهات بعد كده كلها تنزل له ويتفرج ويستفيد ويفيد غيره. انشروها لغيركم، دي معلومات مفيدة وكويسة. أنا بقول على القرض خطر، بيشحت ناس ويبيع ناس شققها وهدومها ويقعدهم على الأرض وفي الشوارع، وناس بقت عفشها كله عشان بسبب القرض. وحالة حصلت بالفعل، الراجل ده اللي عمل القرض وودى مراته عند أهلها ولا رجعوها عليهم تاني. فالتصرف ده اللي هم أمها وأبوها اللي عملوه صح ولا لأ؟ قالوا له انت دي مراتك ومسؤوليه منك، وزي ما خدتها من عندنا وديتها شقتها اللي احنا شفناها وقعدناها فيها، وجاي تبيع كل حاجه وتجيبها لنا، لا، ترجع لك تاني لغايه ما تتصرف، تقعد معاك عند امك وابوك، تجيب لها شقه تانية. انت حر بقى، يعني ايه انت حر، دي مسؤوليتك. كلام متهيألي الست والراجل ده مظبوطين جدا، يعني متهيألي القرار اللي خدوه ده قرار مظبوط وتمام. قولوا لي، شاركوني في الكومنتات، قولوا لي، ولا انتوا بتتفرجوا خلاص كده؟ يعني اتفرجوا وشاركوا، شاركوا باللايك، شاركوا بالرأي، الاشتراك ده أساسي. كل الحاجات دي، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو. فيعني أنا متهيألي بقول لكم حاجات توعوية، ما دي مش ببلاش. القعدة بتاعتي والتحضير والتصوير والكلام والنت اللي بيدفع ده مش ببلاش. أنا لو على اشتراكات النت هدفع ربع القيمة دي وهقعد ليل نهار أتفرج واتكلم 24 ساعة. كان الفيديوهات اللي بتترفع دي بفلوس كتير جدا، عشان كده بدفع باقات غالية جدا. رفعت الفيديو الواحد، انا كل يوم برفع فيديوهات ليكم عشان تتفرجوا وتتوعوا وتستفيدوا، وانا افيد واستفيد. صح ولا ايه؟ كل الحياه كده، فيد واستفيد. فانا بفيدكم، فيدوني في الاشتراك اللايك. انا بقى بدفع فلوس وطاقه وبفيدكم. انتوا اشتراك من صباعكم اللي هيدوس بس، من غير اي مجهود ولا اي فلوس، بس وهتاخدوا صواب في الموضوع.
بس وخلاص، دي كل الحوار ده كله قصة. فانا بس الفيديو ده حبيت اقول القروض، اياكوا والقروض، محدش يقترض خالص، ابعدوا عن القروض دي خالص، ولا بضمان شقة ولا بضمان كذا ولا بضمان بيتم الحجز على الحاجة، والحاجة بتروح في الأرض وبتتباع وبتخسروا كل حاجة وفيها حبس. القروض بتأدي للحبس، انك بتضيع، بتاخد بضمان، لازم بضمان كذا، واللي بيجيب ناس تضمنهم. في ناس بيضمنوا، يعني يجيب مثلا اخوه، ابوه، صديقه، زميله، ممكن يتحبس في يوم من الايام. في ناس اتحبست بسبب المواضيع دي، مواضيع القروض دي، في ناس اتحبست فعلا بالفعل بسبب موضوع القروض والضامن دي. اخطر حاجه القرض والضمان، ابعدوا عنها نهائي، ولا تقترض ولا تضمن حد، ولا انت تاخد قرض وتجيب حد يضمنك. ابعدوا عن الموضوع ده نهائي، لانه خطر خطر، وعن تجربه ناس يعني اعرفها، ناس اعرفها يعني حصل لها كده يعني، باعت كل حاجة وكده عشان ما تتحبس، يعني باعت عشان تنجو من الحبس وكده. فالقرض ده غلط. وبعدين هو غير كده كده القروض دي حرام على فكرة. يعني انت بتاخد القرض ده لو جيت فهمتها وعرفت ايه وبتسدد ازاي، وبياخدوا زيادات عاملة ازاي، وفروق اسعار ازاي، وبيديك ازاي، وبياخد هو ازاي، كل الحاجات دي هتلاقيها مش محبذة، يعني مش حلال يعني. فبلاش يعني اي قرض. ده واحده شقتها كانت قصر، كانت قصر، وكانت احدث عفش واحدث حاجه وكل حاجه، وبعتها، بتبعتها بعفشها، وجوزها يعني اللي خد القرض وباعها كل حاجه، وقعد على الارض وراح وبايع العفش كمان والشقه، وقال لها امشي. يعني تخيلوا، يعني كل اللي نبع من الحاجه دي شنطه هدومها، قال لها روح على ابوكي بشنطه هدومك. تخيلوا مدى الموقف البشع ده. وما ابوها قالوا لها لا، هو احنا وديناكي ليه في شقته، في شقة الزوجية، مسؤول يوفر شقة عند ابوه عند عمه، يجيب شقة، هو حر. لكن يجيبك كده لينا ويرميكي، لا ما ينفعش. يبقى ده زوج مش قد المسؤولية، يبقى ده زوج ايه، مش قد المسؤولية. فانتوا قولوا لي كلامي صح ولا لا؟ لان اللي بيعمل كده بيبقى ده زوج ما في ثانية رمى مراته على وهو راح في داهية. يعني ايه بيع الشقة والعفش ويرميها في الشارع؟ يقول لها روح عند ابوك ازاي؟ يعني ايه الوضع ده؟ وفين حقوقها، وفين شقتها كانت متجوزة، وفين حاجاتها، يعني ايه؟ فدي طبعا حاجات كلها يعني تصرفات غير سليمة بالمرة. فانا حبيت الفيديو ده توعوي للقروض. انت بتاخد قرض اوعى، انت بتاخدي قرض اوعي، انت بتجيب حد يضمنك، انت بتجيب حد يضمنك، اوعوا ابعدوا عن الطريق ده نهائي، اقفلوه خالص. انسوا حاجه اسمها قروض، لان القروض وحشه جدا وطريقها هلاك، بتؤدي لصاحبها بالهلاك، ان بيبيع كل حيلته وكل اللي عنده، وفي الاخر يقعد مفيش حاجه، يقعد في الشارع، بيبيع كل حاجه، كل ما يملك. بس الفيديو ده عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكوا الفيديو جديد. سلام.